صباح الفل. النهارده بقى يوم في رمضان كده. خدنا بعضنا احنا والعيلة وقعدنا قضينا بره من اوله لاخره. خدنا الفطار بتاعنا. النهارده كنا جايبين فراخ ومتبلاها من بالليل، وطلعنا بقى الجنينة وقعدنا بقى هناك شوينا، وكان يوم جميل جدا. ادي البحر اهو بتاع السويس ودي الجناين. الجو كان تحفة جدا. الجناين هناك في كل حتة. أحلى حاجة في السويس إن هي مكان ما هتمشي هتلاقي فيه جناين، والخضار ده في كل حتة. ادي الفراخ متبلة وشاربة التتبيلة، وتتبيلة بسيطة قوي يعني. فرمة بصل في الكبة، وحطيت عليه ملح وفلفل وكمون وحبهان وورق لورا، وسبتها بقى بيتها من امبارح ليلة كاملة في التتبيلة دي. بس اهم حاجة الفراخ تتقطع حتت صغيرة عشان ما تتحط على الفحم تستوي على طول. هو يعني بصراحة احنا كنا مقطعينها حتت كبيرة فما كانتش مستوية قوي، بس على مين ده، احنا في رمضان كناها كملت سوا في بطننا. المهم سيبناها، ولعنا الفحم وسيبناه لحد ما يصفى خالص. بعد كده حطينا عليه الفراخ. شايفين الجو جميل ازاي؟ بجد الدنيا هنا تحفة قوي. السما جميلة والبحر الكورنيش حلوة قوي. اهو شايفين البحر لونه ازرق ازاي؟ المنظر بجد تحفة. البحر قدامه الجبل، يعني البحر الازرق ده اللي انتوا شايفينه، بس احنا كنا قاعدين بعيد شوية عن البحر عشان بنشوي. ادي الازرق ده البحر، واللي ورا ده الجبل. شايفينه؟ سبحان الله، يعني صورة مرسومة من الخلاق. بجد كان منظر تحفة جدا، وخصوصا بالنهار. ايه عملت ايه؟ عمال اقول لك مش لاقي مواصلات ولا ايه؟ لسه طالع عليك يلا. انا عمال اقول لك مش لاقي مواصلات ولا بس يا واد عيب كده يا زعل. اصلا دي كتل مش فراخ بيضة، مش فراخ بيضة، يعمل ايه يعني؟ مش فراخ بيضة مزارع. دي مفيش امل خالص. امل